أنا سأدخل مباشرة بالمواضيع الشائكة، ذكرتم جزءا منها. أنا سأبدأ بموضوع مأذنة دير الزور، المأذنة التي قالوا بأن الجيش قصفها. أولا، لم تستعمل القوات المسلحة منذ أول يوم حتى هذه اللحظة ولن تستعمل السلاح الثقيل أو المتوسط، ليست بحاجة. هي تتعامل مع أشخاص إرهابيين بسلاح بسيط، فلسنا بحاجة لسلاح ثقيل. ودخول الدبابات أو المدرعات كان لسبب بسيط، هو حماية العناصر. في بداية العملية كان هناك سقوط لأعداد كبيرة من الشهداء، هذا طبيعي، المهاجم دائما موقعه أضعف من المدافع، فوجود هذه المدرعات هو ضروري لتخفيف الخسائر بين الجنود، وبنفس الوقت هو ضروري لإرهاب الإرهابيين لكي إما أن يفروا أو أن يستسلموا، فلسنا بحاجة لاستخدام هذا السلاح. ولو فعلا قصفت الميدنة بمدفع لأدت لتفتيتها كاملة، يعني قذيفة الدبابة، وأنا أتحدث كعسكري، أنا عسكري وأنا رميت بالدبابة وأعرف كل هذه التفاصيل بدقة، فهذا الكلام غير صحيح. المئذنة مفخخة، وفي أكثر من بناء دخلنا عليه كان هناك نفس العملية، لم تقصف ولا مئذنة ولا مكان آخر. ولو كان هناك إرهابي على المئذنة فقادر أي عسكري أو جندي أن يصيبه برشاش أو ببندقية، يعني قادر بالبندقية والرشاش أن يصيبه. وكلنا نعرف بأن المئذنة أو قبة المسجد مثل أي بناء فيها إسمنت وفيها حديد، فلا يمكن لرصاصة عادية أن تسقطها أو أن تهدها أو أن تحدث فيها ضررا كبيرا. Cái câu là chi tuệ trời.
أكبر. بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل الدرب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام. أقول لكم طالما أنتم بمثل هذه الروح العظيمة وبمثل هذا الانتماء العميق فسوريا خير. والسلام عليكم.